أهلا بكم متابعي قناة ملوك الدواجن. اليوم سوف نتعرف على بيض البط الفاسد وبيض البط المخصب. طبعا الطريقة بسيطة جدا، ممكن أن نستخدم كشاف الموجود في الجوال، أو ممكن أن نستخدم هذا الكشاف الضوئي. فضروري جدا أن تكون الإضاءة قوية، ويفضل أن تكون الغرفة ظلام أفضل، حتى تكون رؤية أو فحص البيض يكون أفضل. يعني تكون الغرفة مظلمة أو شبه مظلمة، يعني لا تكون في ضوء قوي، أو ممكن أن نفحصها في ضوء قوي بشرط أن يكون إضاءة الكشاف تكون قوية. الآن سوف نتعرف على البيض المخصب والبيض الغير مخصب لبيض البط. أولا عندنا هذه البيضة كما تلاحظون، عند فحصها نلاحظ أن داخل البيضة يوجد لون أصفر. طبعا هذه البيضة غير مخصبة فاسدة. لاحظوا اللون. لاحظوا الكشاف يحتاج إلى كشاف يكون قوي للإضاءة. هذه البيضة غير مخصبة. عندنا هذه البيضة، لاحظوا هذه البيضة تعتبر بيضة مخصبة. لاحظوا اللون الأحمر، يوجد لون أحمر ويوجد عروق داخل البيضة. هذه البيضة تعتبر مخصبة ويوجد داخلها جنين أو فرخ أو زغلول أو فرخ بطة أو صغير البطة. لاحظوا في هذا المكان العروق الحمراء. هذه العروق الحمراء تدل على أن البيضة مخصبة ويوجد داخلها فرخ. هذه البيضة المخصبة. لاحظوا هذه البيضة، كما تلاحظون البيضة يوجد داخلها لون أصفر شفاف. هذه تعتبر بيضة غير مخصبة. يعني بملاحظات بسيطة ممكن أن نفرق بين البيضة المخصب وغير المخصب. عندنا هذه البيضة كما تلاحظون، هذه البيضة بدأ يتكون الجنين داخلها، ولكن نلاحظ أن الجنين مات فجأة. فلاحظوا الفرق بين هذه البيضة غير مخصبة، لونها أصفر واضح، وهذه كانت بداية التخصيب، يعني بداية ظهور العروق، ولكن الفرخ داخل البيضة مات. لاحظوا هذه البيضة المخصبة يوجد فيها اللون، وأيضا يوجد فيها الجنين. كما تلاحظون الجنين واضح داخل البيضة. لاحظوا هذه المنطقة لون أحمر غامق، طبعا بعكس هذه البيضة. عفوا هذه البيضة. فالفرق يعتبر واضح جدا. هذا، ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء في مقطع قادم إن شاء الله.